الإطارات الجهوية والمسؤولين الجهويين عن المنظمات الوطنية وهياكل دفع الاستثمار، حيث تم التطرق إلى عديد المشاغل التنموية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية لأبناء الجهة. وبعد الاستماع بمقر الولاية إلى عرض بعنوان صفاقس محرك وقاطرة للتنمية الجهوية، ألقى رئيس الجمهورية كلمة بين فيها أن مدينة صفاقس التي عرفت على حد قوله الإقصاء والتهميش جاءت الثورة لإعادة الاعتبار إليها كغيرها من الجهات، بما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على إعادة انطلاقها من جديد وعلى تفعيل مساهمتها الكبيرة في دفع مسيرة البلاد. واعتبر المرزوقي المشاريع المقترحة من قبل رجال الأعمال بالجهة أهدافا ثابتة مؤكدة الإرادة السياسية الصادقة لإنجازها، ومبرزا ضرورة أخذ طبيعة المرحلة الراهنة وما يكتنفها من صعوبات اقتصادية وحاجيات اجتماعية ملحة بعين الاعتبار. وعبر رئيس الجمهورية عن قلقه تجاه صعوبة رفع العراقيل الإدارية التي تحول دون تجسيم مشاريع حقيقية ونوايا استثمار داخلية وخارجية، مؤكدا ضرورة أن يتحمس رجال الأعمال ويتشجعون بالأفكار البناءة التي طرحوها، وأن يصروا على المساهمة في موقعهم في جهود الدولة لرفع هذه العراقيل. وأشار المرزوقي إلى سعي الحكومة والدولة عموما لحل جملة من الإشكاليات العالقة على غرار إشكالية تحجير السفر على عدد من رجال الأعمال وإعادة هيكلة الديوان باتجاه مراقبة ظاهرة التهريب، فضلا عن تسريع نسق إرساء اللامركزية في تصريف الشأن الجهوي. وفي الوقت الذي كان رئيس الجمهورية بصدد عقد هذه اللقاءات مع المسؤولين الجهويين، احتشد عدد من المحتجين أمام مقر الولاية رافعين عددا من الشعارات والمطالب ذات الصبغة الاجتماعية وفي علاقة بإشكاليات التنمية والتشغيل والاندماج المهني. وقفة